السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي متابعي القناة، يسعد لي أوقاتكم جميعا. اليوم جينا فيديو جديد، فيديو كتير مهم طلبتوه مني. اليوم راح نشك سيخ دجاج فخاد وصدورة. هذا الفيديو كثير انطلب مني وخاصة من جماعة أوروبا. يسعد لي أوقاتكم جميعا بكافة أنحاء العالم. خليكم متابعين الفيديو خطوة بخطوة لأنه كثير فيديو مهم وكثير انطلب مني، وكثير دورت على محل بيشتغل بالفخاد لأنه ما في حدا بيشتغل بالفخاد، كله بيشتغل بالصدورة، وكلهم الحمد لله اشتغلوا بنصيحتي إنه الفخذ ما كتير بينتج بالشغل، ولونه بيختلف عن لون الصدر لانه الصدر ما بيخس ولونه احلى. وشرحنا ميزات الصدر عن الفخذ. خلونا نتابع الفيديو مع بعض. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. خلونا نتابع على بركه الرحمن ونبدا. مثل ما شايفين هاي القاعده والبسمار كل شيء جاهز. هلا حنبدا بشو؟ نبدا نشيل المرايا تبع الصدر مشان نشكهم بالقاعدة. هاي أول خطوة. هاي مراية بنقسم الصدر بالنص لأنه سيخنا 40 كيلو، وهاي المراية قسمنا الصدر بالنص مشان يفتح معانا طول مثل ما شايفين. طبعا هاي ملاحظات مهمة جدا. شايفين المراية؟ نشيلها من هون مشان نحطها بالقاعدة. كمان بنقصهم بالنص. كمان بنشيل المراية ونقص الصدر كمان بالنص. هذا الصدر المقصوص كله راح ينزل، راح ينشك بالقاعدة. طبعا بعد المرايا حتشوفوا هلا شلون. كمان بنقصه بالنص. وهي كمان مراية جديدة. طبعا المراية يا جماعة قوية جدا على البسمار مثل ما شايفين. هاي شلنا المراية من هون، كمان بنقصه بالنص للصدر. طبعا هذا سيخ وزنه 40 كيلو تقريبا. اهم شيء المرايا بالقاعدة. في ناس ممكن تمل تقرب الفيديو لقدام. هذا كلام مهم جدا يا جماعة، لازم تسمعوه مشان تطبقوه على أرض الواقع. كمان هون بنقصه بالنص. وهي جلدة زيادة بنشيلها مشان نشكها بالقاعدة. كمان هي قصيناها بالنص. هلا بدنا نبلش بقى شك. هاي الجلدة اللي قمناها من الصدر. هاي الشحمة بنشيلها. ليش بنشيلها؟ ممكن تفقس القاعدة. هاي بنشيلها اللي بالمراية وبنكبها. هذا الشحم كله بنكبه بزبالة، بنطويها وبنشكها. طبعا بنرفع، بنطلع بالسيخ بشكل جزرة. حتشوفوا تتابعوا معنا وحدة بوحدة. شايفين هاي المرايا؟ بنشك وحدة بعكس وحدة زائد. شوفوا بنلف السيخ زائد وحدة بعكس وحدة. طبعا هذا سيخ ال 40 كيلو يا جماعة. أهم شيء لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وبدنا دعمكم طبعا، اللايكات ورأيكم بالكومنت، وشوفوا شو الأشياء اللي تطلبوها مني. إن شاء الله الله يقدرني ونزلها. لحد اللحظة عم نشكل المرايا واحدة بعكس واحدة. طبعا تأسيس القاعدة. هاي الفخاد بنقصه بالنص للفخذ. ليش؟ مشان يرمي السيخ معانا طول. طبعا مثل ما ذكرت انا زلمه ما بحبذ اشتغل بالفخذ لانه الفخذ لونه مو تمام وبيخس كتير، وممكن يضرب ويعطي ريحه مو تمام. في حال كان سيخك صغير وحيقعد 18 ساعه برا على الشوايه، ممكن ينسم معك. اسباب التنسيم ده هو الفخذ للسيخ مو الصدر. فانا دائما بنصح وانا عند كلامي انه الصدر احسن من الفخذ بكتير. شايفين بنقص كمان نقصنا شي 10 فخاد بالنص مشان يرمي معانا طول بالسيخ. قصوا بهالشكل. طبعا واحد بيقول لي انه الصدر اغلى من الفخذ. اكيد راح يكون اغلى من الفخذ لانه احلى من الفخذ وبيرمي معك غله ومصاري طبعا، وما بيخس كتير، وشكله بضل جميل وحلو. بنزل معك شرحه. بنقص الفخذ. شو شايفين من هون بالنص؟ لحد الان لسه عم نقص فخاد. هاي هي الفخاد.
طبعا هذا اللي قدامي بالاورنج، بالبرنيك الاورنج نتر. هذا محل واحد صاحبنا الله يجزيه الخير وان شاء الله هيك رب العالمين يكرمه. طبعا هلا بلشنا نشكل نصاص الفخاد فوق القاعدة على طول، كمان بشكل زائد، نص فخذ بعكس النص، نص بعكس نص. هلا بدنا نحط صدر. ليش بدنا نحط الصدر؟ بنفتحه بهالشكل وبننزله. هاي الصدورة اللي قصيناها. شايفين؟ ليش احنا بنشك بهاي الطريقة في حال وجود الفخذ؟ لونه برا للسيخ بيطلع تقريبا لون موحد، وبضيع بيضيع الفخذ مع الصدر. يعني هلا انا شكيت بالاول فخذ، بعدين طلعت فوق الصدر، بعدين هلا تشوفوا كمان فخذ، نص بعكس نص فخذ زائد. شايفين؟ نتر. هلا بقى شو؟ نص صدر المقصوص بنفتحه بهالشكل عشان يرمي معنا شوية عرض. شايفين؟ وبنشكه ببرمه. الثاني كمان بنفتحه بايدينا، هو نص صدر، وبنشكه بشكل زائد. ملاحظة مهمة جدا، انت وعم تشك لو لقيت شي من الدجاج مو صايبته تتبيلة يفضل تلوته تتبيلة. وهي نتر. طبعا هذا النتر اللي كان عند صديقي بالمحل اساسا، فانا محاول اروح له النترات. هلا بنرجع بنحط فوق النتر فخد، نص فخد والنص الثاني بعكسه مشان نغطي النترات، ومنلف. اهم شيء تغطي النتر. طبعا سيخ بهذا الوزن ما بيحتاج كبس كتير، لانه هو اساسا سيخ يعني ما مو محتاج. اما السيخ اللي من فوق ال50 كيلو لازم ينكبس كتير كويس. هي كمان حطينا نتر مثل مو شايفين. وهي نص صدر. شفتوا شو عملنا؟ نتر فخاد، نتر صدورة. على السيخ برا ما بيبين، بيضيع الفخذ، خاصة إذا كان الفخذ أقل من الصدر بكمية حجم السيخ. هاي كمان نتر. أهم شيء تكبس النترات كويس وتلفهم كويس مشان ما يطلع فضاوة وفراغات والنتر يوقع منك برا. شايفين؟ هدول الفخاد طبعا المقسومين بالنص. صار عنا نتر وهي فخاد، وهلا نتر بعدين كمان صدر، طبقة بطبقة لحتى نخلص الفخاد. طبعا وهذا الاسلوب الشك بهي الاوزان جماعة الشباب الموجودين باوروبا الله يعطيهم العافية، والشباب الموجودين بالخليج والمبتدئين الموجودين بالوطن العربي طلبوا مني كثير هذا الفيديو. بتمنى ينال اعجابكم، بتمنى تستفادوا وتدعوا لنا، تدعمونا بالقناة. شايفين؟ هذا كمان صدر. يعني اهم شيء انكم تركزوا انا شو عم بعمل. هلا كمان نتر هيك بتكبسه وبتلفه، بتكبسه وبتلفه لحتى يثبت بحيث ما يطلع معنا فراغات. هلا فخد مثل ما اتفقنا. شايفين؟ لنغطي النتر. منضل منشك على هذا الحال لحتى تخلص الفخاد يا جماعة. هلا بدنا نحط نتر المفروض، وبعد النتر بنحط نصاص الصدر اللي كانت مقصوصة. نفتحهم بايدينا. شايفين؟ مشان يتغطى. نفتح الصدر هيك النص وبنعمله بشكل زائد. طبعا نحن بنفتحه مشان يروي معانا عرض. شايفين؟ خاصة لهي الاوزان يعني. هيك غطينا النترات والامور بخير. هلا نتر ونحط فوق النتر هلا وجع قلب اللي هو فخد. طبعا انا كتير عانيت وكتير دورت على حدا من اصدقائي يشتغل بالفخد لحتى لقيت بالاخير، والحمد لله. والله كتير الله يكتر خيره ومكتور الخير صديقي وحبيبي بلال. شايفين؟ هاي نص الفخد
لانه قلنا لكم شو سلبيات وشو ايجابيات الفخذ. الفخذ طبعا اطيب كطعمه وزكاوة وطراوة، اطيب من الصدر اكيد، بس بيخس كتير وعمره قصير برا على النار. هاي نتر، وهاي الصدر، هذا نص صدر فتحناه طبعا مثل ما انتم شايفين. بتمنى الكل يكون عم يستفاد والكل مركز والكل يجرب هي طريقة الشكل اللي عم يشتغل بهي الأوزان 30 35 40 لل 50. طريقة ممتازة هيك بتضيع الصدر مع الفخذ، ما انه شكل الفخاد لحال وصدوره لحال، ببين الفخذ لونه اشكره ببين. بس بهالطريقة بتضيعه، يعني نوعا ما بتضيعه. طبعا كل الناس بنفسها تسألني هذا السؤال، انه شو هي التتبيلة اللي انت هلا عم تشتغل فيها؟ لانه اجاني موضوع التتبيل موضوع بغزارة. شايفين هلا بلشنا نشك الفخذ كامل، ملاحظين ليش؟ لانه بدأنا نفتح فيه شوية عرض مشان يطلع معنا سيخ طويل بهالشكل. وهي الانصاص المقصوصة لسه ما خلصت، نفتحها تعطينا عرض وحجم كويس. انا طبعا عم بشتغل على مهلي يا جماعة مشان الشباب يركزوا ويتعلموا ويدعوا لنا. انا طبعا في خلال 10 دقائق خلص هذا السيخ، او بربع ساعة ماكسيمون يكون خلصوا لهذا السيخ من مجاميع ويكون على النار. بس عم بشتغل على مهلي مشان الناس تستفاد، مشان الناس ما تقول لي انت اشتغلت بسرعة وما لحقنا نشوف وما لحقنا نستفاد. بتكبس هيك كبسة خفيفة بايدك. ليش هاي الكبسة الخفيفة؟ مشان النترات شوي تفرد وتلزق بالدجاج اللي ينشك فوقها، وبنفس الوقت يعطيك شوية عرض من فوق. شايفين؟ هذا فخذ كامل، وهي فخذ بعكسه. هم نحط النترات مشان نخلصهم. عم دور على شوية فخاد ما عم لاقي. هذا صدر كامل بقى بنحطه مشان يفتح معنا شوية عرض. شايفين بهالشكل، لأنه بدأنا نطلع من النص وفوق. وهي نتر، هلا كمان صدر بعكسه. هذا فخذ، تعال 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 لقيتك، تعال يا عيوني تعال. وهي كمان فخذ، صار عنا دورة فخاد ودورة صدورة. شايفين؟ المهم انه نضيعن، ما نشو ما نحط الفخاد لحال والصدورة لحال. هي الطريقة كتير حلوة ولونها راح يعطيك نتيجة كتير كويسة على النار. كبسة خفيفة هيك بإيدك. هلا لازم نحط شوية تقال، يعني تقال 10 كيلو بكفي وزيادة. فهمانين علي شلون؟ بنخلي هيك التقال شي 10 دقايق يريح على أقل من مهله، وبعد ما يريح على أقل من مهله بنقصه. خلصنا هلا، خلصت ال10 دقايق. طبعا نحن عجلنا شوي بالفيديو. نبلش نقص. انا اصلا حطيت القص من هون مشان الناس تشوف شلون عم ينقص وشلون بينرسم السيخ. طبعا هاي النترات كلها هلا بترجع على السيخ، هلا حتشوفوا شلون. شايفين؟ يعني هيك السيخ ببين كله صدوره. صحيح في فخاد، بس نوعا ما يعني الفخاد ما حتبين بشكل اساسي، حيبين يعني حيكون خفيف، لانه طبقه بطبقه طبقه بطبقه طبقه بطبقه، ما حتبين معنا كتير. ولحسن الحظ انه اكثر النتر هلا اللي عم ينقص راح يكون تبع صدر، قليل في تبع الفخذ. فهي كمان نقطة ايجابية بتنحسب لصالحنا. خلصنا هيك، نرجع النترات ونكمل شك.
هلا بقى بنبلش بالصدورة. هذا فخد، شفتوه كان متخبي ابن اللذينة. المهم بتضلوا بتشكوا يا جماعة طبقة بطبقة ليخلص الفخد. بس خلص الفخد بتبلشوا بقى شو؟ صدورة من فوق. واخر طبقتين يفضل اذا ما عندكم نتر لا تحطوا فيه النتر، مهما كان السيخ حجمه، ان كان 500 كيلو وان كان 10 كيلو. هاي صدورة حطينا مثل ما شفتوا الفخاد، 3 فخاد. هلا بنلف بشك صدر بعكس صدر عشان يعطينا الشكل اللي احنا بدنا اياه ولا عم ندور عليه. بتمنى من الشباب جميعا اللي عم يشوفوا هذا الفيديو يدعمونا من لايك ويعطونا رأيهم بكومنتات، ويعملوا مشاركة الفيديو هذا مع الأصدقاء لتوصل الفائدة لأكبر عدد ممكن من الناس، الدال على الخير إن شاء الله كفاعله بإذن الله. هي فخد، تعا شفتك، تعال عندي. وهي كمان فخد بعكسه، هيك لنغطي النتر. أهم شيء إنك أنت عم تشك تغطي النتر. طبعا أنا عم بشتغل على مهلي يا جماعة مشان الناس كلها تكون مركزة بالشغل ومركزة باللي عم بيصير. هلا كمان شوية نترات. لاحظتوا انه بدأ السيخ يفتح عرض، شايفين؟ هلا صدر بشك بمرايته مثل ما هو. صدر ثاني بعكسه مشان نغطي النترات طبعا مثل ما حكينا. هلا كمان نتر، يعني النتر بضل قلاب، كل يوم بيطلع من نتر بنشكه بالسيخ اللي بعده وهكذا. اهم شيء انه بتضل تشك طبقة بطبقة لحتى تخلص الفخاد عندك، شايفين؟ كبسة خفيفة. وهي نترات. هلا اسطورة بقى ما ضل عنا فخاد تقريبا، بنلفه صدر بعكس صدر عشان يعطينا النتيجة المرجوة. شايفين من وين شاكك الصدر؟ لأنه سيخ صغير. الكل بدي اياكم تركزوا وتستفادوا. ان شاء الله هيك رب العالمين بيكرم الجميع باذن الله، وبتدعوا لنا. شايفين؟ هاي فخاد مثل ما شايفين، بنضل هيك طبقة بطبقة مثل ما حكينا لحتى تخلص كل الفخاد. بس خلصت الفخاد بنختم بالصدر بهذا الشكل. هيك ممكن احنا بنكون عملنا باذن الله سيخ وضيعنا فيه شو؟ الفخد، في حال احنا اضطرينا لنشتغل بالفخد. ما في احلى من الصدر، لا تقولوا لي يعني. هلا كمان نتر، يعني بتحطوا نتر ما بتكتروا، انا فيني كتر اكثر من هيك بس حاجه يعني على هيك سيخ وعلى هيك وزن كويس هيك، بحيث انه لا يموت الديب ولا يفنى الغنم. هلا بنغطي بقى النتر بالصدور، بنلفه بنحط صدر بعكس صدر مثل ما شايفين. بتمنى من الجميع يستفاد من هذا الفيديو، والجميع يعطيني رأيه بكومنت، والجميع يجرب هاي الطريقة. بإذن الله بإذن الله رح تدعوا لي، وأنا اللي طالبه منكم دائما تدعوا لي، بدي دعمكم.
هلا نترات. هلا انا قربنا ونحن نخلص بقى. هلا كمان ما يشك صدر لانه قربنا نقفل ونخلص. يعني هيك تقريبا 90% من السيخ جاهز. فضل يعني هيفضل علينا قصه بس مثل ما قصينا اول مرة، اول مرحلة. نفس طريقة القص اول مرحلة بيطلع معنا سيخ. هلا حتشوفوا على النار شلون حيطلع شكله. طبعا هاي اخر طبقة، هذا مو نتر. هي الفتيلة تبع الصدر اللي بينعمل منها زنجر وكريسبي. فمشان ما احطهم على جنب بما انه في زنجر وكريسبي بالمحل، ففضلت انه احطهم شو، حط النترات. وهلا بنكبس السيخ هيك، بيفضل بس نقصه ونطلعه على الشواية مثل ما شايفين. نفس طريقة قص القسم التحتاني اللي قصيناه، شايفين؟ بنقصه ونطالعه. وان شاء الله باذن الله الكل هيك راح يكون عم يدعي لنا. شايفين هذا هيك طلع على الشواية، خلصنا قصينا.